اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير إن شاء الله يا رب، اللهم آمين يا رب. النهاردة يا حبايبي هنعمل معاكم ايه؟ سمك قصدي بول قشر بياض. قشر بياض و يعني فيليه. أنا جبت كيلو من الفيليه، بس أنا يعني هي سمكة واحدة. نقيتها وخليته وزنها طلعت كيلو حاجة وكده، يعني ايه، يعني كيلو 100 جرام، كيلو حاجة زي كده يعني. فيعني قلت نغير بقى تغيير كده، ايه، نجيب لنا كيلو من ده وكيلو من ده على كده، والحمد لله. كيلو قشر بياض ده. الحاجات التانية بتبقى مجمدة، خلي بالكم مش بتبقى حلوة. هات الحاجة ايه، انا بجيب الحاجة اللي تكون ايه فريش، ما بجيبش الحاجة اللي تكون مجمدة. مرة جبت الفيليه السمك مجمد، مش حلو، مليان مية. لكن القشر البياض بتتقطع قدامك وتبقى سمكة كده لسه بحالها، فايه، فبينضفها قدامك وايه، ويعملها قدامك يعني وكده. فبتتوزن، عايزاها كلها خديها، عايزه كيلو، عايزه نص، عايزه كيلو الا ربع، زي ما انت ايه، زي ما انت عايزه، زي ما اي حد عايز يعني وكده. بس يا حبايب قلبي، نزلت كده السوق. انا ما جبتش حاجات طبعا عشان الحاجه غاليه، بس جبت كيلو القشر البياض ده، وجبت قوطه، وجبت خيار. جبت 2 كيلو قوطه. بصراحه لقيت القوطه يعني 15 جنيه، حلوه، جبتهم ب30 جنيه. وجبت كيلو برضو من السمك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يعني 2 كيلو، هو كيلو وكيلو. مكرونة قصدي، استغفر الله، والله الاسم راح مني. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيلو مكرونة، كيلو مكرونة. بحب أجيب المكرونة البلدي الصغيرة، ما بحبش الكبيرة. في بتبقى قد كده كبيرة، يعني كبيرة زي الماكريل كده، زي السمك الماكريل. فدي أنا ما بحبهاش بصراحة، لقيتها مش بتبقى حلوة. لكن الصغير ده بيبقى بلدي. وده برضو يعتبر برضو ما جبتش. برضو انا عامه ما بحبش الحاجات ايه المجمدات يعني في اي حاجه. فانا ما ضربتش برضو التتبيله بتاعتها دي في الكبه ولا اي حاجه. جبت التوم طبعا، زي ما انتوا عارفين التوم انا اللي مفرنزاه عندي. وجبت هريسه الشطه، وحطيت معلقتين من هنا وكم معلقه من هنا، وضربتهم في بعض، وحطيت عليهم ليمون وكمون وكزبره ناشفه وحبه ملح. اهم حاجه الكمون والليمون طبعا. وقلبتهم في بعض كده، ورحت ايه حطهم على بعضهم. وبعد كده مقطعه البصله زي ما انتوا شايفين يا حبايبي، وحمرتها لوحدها، وحطيت لها معلقه سكر. وحطيت الرز. طبعا انا احب اقلبه عشان يديني اللون ايه، اللون الغامق شويه. فانا حمرت الاتنين بصراحه، يعني حمرت الاتنين جامد عشان انا بحب الرز يبقى ايه، في الرز السمك بالذات يعني يبقى غامق. بس والثوم زي ما انتوا شفتوا الثوم اللي عندي وكده. يعني الثوم طالما الثوم مفرنز ومضروب ومطحون حلو يعني، اللي شايلينه في التلاجة وكده. فقلت ما فيش داعي بقى احطه ايه، احطه في الكبة واضرب واعمل بتاع. وكيلو كيلو يعني الحمد لله، والله رضا كفانا والله وزاد والله. يعني الجزل بتاعت السمك كانت حلوة يعني، عملوا حلو، عملوا كام حتة حلوين يعني. يعني المهم اتقضت يعني الحمد لله، اللهم لك الحمد يا رب. المعلقة ايه، المعلقة وقعت اهي، المعلقة وقعت مني. كنت حاطة الكنكة برضو بعمل شاي، كنت بعمل كوباية شاي. ابني كان لسه جاي من شوية كده، وبعمل اديته ايه، قال عايز كوباية شاي وعمل سندوتش كده. كان جعان وما كنتش خلصت الأكل يعني حبايبي. المهم يا حبايبي، انتوا عاملين ايه؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رب تكونوا بخير يا حبايبي يا رب، اللهم آمين يا رب. هذا اهو، ادي كيلو وكيلو. رضا، ألف رضا، الحمد لله يا رب. وجبت الدقيق، طلعت شوية دقيق وكده، أحط عليهم معلقتين نشا، أحط عليهم في كزبرة، حبة كمون، حبة ملح كده، علشان برضو يبقى في الملح بتاعه مظبوط وكده. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فجبت 2 كيلو قوطة حلوين يعني كده، على 30 جنيه الكيلو، طبعا ب15. يعني هي كانت الأول 25، وبعد كده لقيتها ب20. لما نزلت النهاردة لقيتها 15. يا رب، ربنا يهديها يا رب، ربنا يهدي القوطة علينا. وجبت 2 كيلو خيار،
وجبت نص كيلو ويكا، عارفين الويكا اللي عشان هعملها وكده يعني. قلت اجيبها بالمرة معايا، تقعد يوم ولا اتنين على بال ما ايه نطبخ كده، لو طبخت ولا حاجة الاقي ايه، عشان الويكا احنا بنحبها وكده. الكيس مش عايز يتفتح ليه؟ ربنا يفتحها علينا يا رب. متنسونوش يا حبايبي بالله عليكم، يعني بالله كل اشتراك، ما تنسوش تحطوا لايك واشتراك، وربنا يا رب يكبر بخاطركم يا رب. يا رب اللي يحط لي لايك يخش الجنة، يا رب اللي يحط لي لايك واشتراك يخش الجنة يا رب، بحق الأيام المفترجة يا رب. يوم في بعضيهم كده وخلاص. هو كانت أكلة حلوة كده خفيفة والله وسريعة يعني، الحمد لله خلصت بسرعة يعني، حلوة كده خفيفة يعني. أحب الأكل السريع ده، أنا اللي بيخلص معي بسرعة. أهو زي ما انتوا شايفين أهو، كيلو جميل والله العظيم يعني حلو. وده كيلو ومية، كيلو ومية طلعت. كل واحد قطعة ولا قطعتين كده ومع حبة سمك. اه وانا بحب الكرنب الاحمر ده بصراحة. وعملنا شوية طحينة جنبيهم كده برضو مش كتير قوي. برضه انا بحب اكل الكرنب ده، وبحب اكل بصل برضه يا حبايبي، يعني بحب اقطع بصل اكله مع السمك، معرفش ليه. او لو في بصل اخضر باكله برضه. مع الف سلامة حبايب قلبي.